ناخد انهي واحده؟ بالطربوش ده ايوه. ايه رايك؟ والله شكلها جامده قوي. كانش له لازمه قلب الطربوش. لا عشان تحافظ على سخونتها، لا مش تمسكاش من الطربوش. لا ما انا مش محتاج احافظ على سخونتها لا عشان انا والنبي محمود بالله عليك ما تبوظش اللحظه. الرجاله دي ما ينفعش معاها الحاجات دي والله العظيم. والله ما ينفع معاهم الكلام ده. والله العظيم الفنجان شكله كيوت باشا في نفسه. هي فعلا القهوه يتقال لها باشا والله العظيم. شكله خطير. انا برضو مش مستوعبه ايه معنى الطربوش، بس هو شكل بس. مم. يا مساء الفل يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا معركه خطيره، بس طبعا قبل ما نبدا المعركه بتاعتنا لازم كده نمزج دماغنا ونروق على نفسنا وناخد طاقه ايجابيه، عشان ساعه ما ندخل المطبخ كله هيبقى ضرب. وهنعمل الغدا مع بعض النهارده، فتعالوا نشوف كده تجهيزاتنا لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان تقريبا ما عادش عليها الا 10 ايام. الايام بتجري، ال10 ايام دولت انا متاكده ان هم هيطلعوا جري جري، والواحد مش هيلحق يعمل فيهم حاجه. وانا مش بحب اجهز لرمضان قبلها بفتره، لان الحاجه كده كده الواحد بيستخدمها، وبنيجي قبل رمضان مفيش حاجه في الثلاجه فكاننا ما عملناش حاجه. فانا بحب كده قبل رمضان باسبوع ب10 ايام ابدا التجهيزات، بحيث الحاجات اللي انا اعملها لرمضان تبقى فعلا جاهزه لرمضان، فتوفر علينا وقت. فتعالوا نشوف انا جبت ايه مع بعض كده وهنعمل ايه، واكتبوا لي في الكومنتات بتجهزوا رمضان ازاي وبتعملوا ايه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا عليه لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. جبت القهوه كده وظبطت المزاج، ويلا بينا نبدا المعركه بتاعتنا. بص انا رحت اجيب طماطم. لو انتوا فاكرين الفيديو اللي قبل ده بالظبط كنت انا جايبه فيه بسله، وكنت جايبه قلقاس وقرنبيط وكرنب، طبعا الحاجات دي كلها فرستها وحطيتها في الفريزر. بس كنت جايبه 2 كيلو بسله او 2 كيلو ونص تقريبا، كيلو قلقاس. فطبعا لسه محتاجه تكمله عشان ده خضار الشتاء. دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان رمضان ان شاء الله يبقى عندنا الخير في بيتنا، يا رب يجعل الخير في بيوتنا جميعا يا رب. شهر رمضان من احلى الشهور في السنه كلها. انا مبسوطه كل ما الايام بتجري ونبدا ندخل على رمضان، الواحد بيبقى مبسوط وفي بهجه كده. كل سنه وانتم طيبين. كنت راح اجيب 10 كيلو طماطم، فالراجل اللي بيبيع قال لي ما تاخدي قفص كامل، اللي هو كميه على بعضها ب 90 جنيه اوفر لك، وهيبقى فيها كميه اكتر. جبت الكميه دي كلها، بس للاسف فيها كذا واحده بايظه، فحاسه ان هي محصله بعضها. كيلو العادي ب4 جنيه، وطبعا مش بيخلينا ننقي بالواحده، هو كده كده هو اللي بيوزن بيحط كله في بعضه. وفي القفص تقريبا واقفه ب3.5. المهم ان الكميه دي كلها ب90 جنيه، فحسيت ان هي حلوه وقلت يلا كده كده تفريز وبهدله ببهدله، واقفه بوقفه ادينا اعمل كميه هتبقى حلوه قوي. وجبت 10 كيلو بسله، الكيلو مش عارفه ب12.5 او ب10 جنيه حاجه زي كده. وجبت الجزر بتاعها كده، انا ما كنتش هحتاج بسله تاني. بس ما لقيتش عنده قلقاس ولا لقيت لوبيا ولا لقيت قرنبيط ولا لقيت كرنب ولا لقيت اي حاجه من الحاجات دي، فيبقى ليا طلعه تانية اجيب الخضار ده برده عشان يبقى عندي في الفريزر. فيلا بينا نبدا اول حاجه كده بالطماطم، عشان الطماطم هتاخد مننا وقت على ما نسويها، واقول لكم انا هعملها ازاي. الطماطم دي هتبقى انجاز لينا في شهر رمضان وغير رمضان. هي بتبقى حلوه قوي، يا دوب الواحد بيطلع الحاجه متسبكه جاهزه، يسوي الاكل ما بياخدش منه. يعني لو الاكل في العادي بياخد ساعه هياخد نص ساعه. بصوا برده جبت ايه، 2 كيلو زبده فلاحي. ده الراجل اللي احنا بنتعامل معاه بنجيب منه سمنه بلدي، بس في الاغلب ما بيبقاش عنده سمنه بلدي. هسيح الزبده معاكم الاول كده علشان انا محتاجه الزبده للاكل، فنحطها كده على نار هاديه لان طبعا بتاخد وقت. دي تاني مرة اسيح زبدة في البيت، كنت بستصعب الموضوع في الاول خالص، وبعدين بابا كان هنا في يوم وكنت عايزة اعمل اكل، وانا ما بستخدمش الزيت اللي هو المهدرج في الاكل وكده، ما كنتش بطبخ بيه بقالي فترة طويلة، يا زبدة يا سمنة بلدي. المهم محمود راح يشتري ما لقاش، فلقى الزبدة، فقلت له خلاص هاتها وانا اسيحها واجربها. جربتها وعملتها كانت حلوة، بس المرته اللي هي بتنزل منها اتحرقت مني. فالمره دي ان شاء الله احاول ان انا اظبطها. انا كنت عامله كيلو، هعمل بقى كده ال2 كيلو دول مع بعض، وكانت جميله قوي في البيت، وحاسه ان هي اوفر. ال2 كيلو دول جايباهم ب600 جنيه. احطها هنا كده على نار هاديه واسيبها مع نفسها، كل شويه اقلبها ونشوف مع بعض هنوصل ايه. يا رب ما احرقش المرته بتاعتها لان انا بحبها قوي. مش عارفه عندكم بره اسمها ايه، هي هنا في مصر بنقول عجوزه وبنقول مرته، بس بيبقى طعمها رهيب. بحبها كده في السندوتش مع عود جرجير، بتبقى رهيبه. اول حاجه كده خلصناها. لسه ان شاء الله عايزه اجيب برطمانات ازاز، واجيب 3 4 كيلو عامه السمنه البلدي بتاعت الشتاء، بتبقى رهيبه. اجيبها واعملها في البيت، اجيب زبده واعمل كام برطمان كده واحطهم في التلاجة او في الفريزر، يبقى عندي لفتره طويله حلوه قوي. الناس الشطوره اللي بتسيح الزبده على طول قولوا لي برده بتعملوها ازاي. لسه هحط عليها رشه ملح وبس كده. الطماطم اكتر حاجه هتاخد وقت، علشان هنحطها على نار هاديه خالص على البوتاجاز تستوي، ونرجع نفرمها ونسيبها تبرد ونحطها في الفريزر. فهبدا بيها كده الاول
على ما تتغسل وتتعمل. وكمان انا جبتها امبارح بالليل وما عنديش مكان في التلاجة احط الكميه دي كلها، ففضيتها هنا في الطبق ده عشان ما تفضلش في الاكياس. كمان فيها طري وفيها بعد واحده بايظه، فعلشان ما تبوظش بعدها خساره. نغسل بقى الحوض بتاعنا كده غسله نظيفه. واجيب بقى الطماطم كده وافرزها، لو في حاجه بايظه اشيلها، اشيل منها شويه للسلطه كده. نجيب بقى السكينه بتاعتنا، حطيت عليها شويه خل وسبتها في الميه شويه، وابدا بقى كده اغسلها واحده واحده. وجبت الحله جنبي وشنطه كده عشان اللي اطلعه احطه فيها، وانضفها بتأني كده علشان نبقى ضامنين ان حاجتنا نظيفه زي الفل. جبت الحله جنبي كده عشان احط فيها على طول. اعتقد ان انا هحطها في حلتين، انا مش هضربها في الخلاط ولا اي حاجه. انا هعملها كده، اقطعها انضفها واقطعها قطع كده واحطها على النار. اوريكم الطريقه بتاعتها كده، عملتها معاكم السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل دي. المهم شاركتها معاكم مره قبل كده في رمضان وكانت جميله تحفه. قولوا لي بقى يا حلوين كده في الكومنتات، جهزتوا ايه رمضان وبتعملوا ايه، وايه الاولويه عندكم في تجهيزات رمضان، بحيث ان هي توفر عليكم وقت ومجهود. ولو في عزايم كده او مشغولين يوم ضاع منكم وعايزين تعملوا اكله سريعه، ايه اللي بينقذكم في التجهيزات دي. خلاص كده الطماطم قطعتها كويس ونضفتها وبصيت فيها واحده واحده، لان في طماطم كتير طلعت بايظه وفي قلب الطماطمايه مش نظيفه، فطلع منها الصراحه كميه كبيره قوي. حطيت عليها بس كده رشه سكر واسيبها بقى مع نفسها كده على نار هاديه خالص. وهنا الزبده كده مهديه عليها النار، وكل شويه كده اقلبها ساعه ما يبقى لونها صافي كده وتبقى سمنه، خلاص تبقى خلصانه. خلاص تعبت من الوقفه ومش قادره، الطماطم اخدت مني رقات ورقات ورقات. اتسلى في البسله دي، مش عارفه هخلصها النهارده ولا هكمل فيها بكره، بس هحاول اخلصها النهارده كده. ما شاء الله البسله طعمها مسكر، دقتها والحبايه مليانه. مش عارفه ليه حاسه ان انا كترت البسله شويه، يعني احنا ملناش تقول على البسله قوي يعني دول، وتقريبا انا عملت التانيين 3 طبخات 4 طبخات، فحاسه ان انا كترت البسله، بس مش هتخسر يعني حلو. مش عارفه الفيديو الجاي او اللي بعده هيكون تفريز الفراخ. هجيب فراخ واعملها معاكم كده بكذا طريقه، هتبقى حلوه قوي في رمضان وغير رمضان. اعتمدوا التتبيلات اللي انا هنزلها لكم ديت تنجز معاكم، او الفراخ بتبقى جميله لما بتبقى في الفريزر متبله جاهزه. حلاوه الفراخ ان هي بتتشكل كذا حاجه وتسويتها ما بتاخدش حاجه، يعني الاكله اللي بيبقى فيها فراخ ديت ممكن نص ساعه. يعني انا لما بكون محتاره ومش عارفه اطبخ ايه ومستعجله وعايزه الاكل نص ساعه ولا اقل يكون مستوي، بطلع فراخ اعملها وبتنقذني الصراحه. فان شاء الله الفيديو الجاي او اللي بعده هنزل لكم الفيديوهات ورا بعضها عشان نلحق نخلص الحاجات دي ان شاء الله قبل رمضان وتاخدوا منها افكار. عايزه اجيب 2 كيلو قلقاس، انا بحب القلقاس ومحمود بيحبه. عايزه اجيب 2 كيلو كده او 3 اعملهم. والسبانخ خلاص ما شاء الله، السبانخ المره اللي فاتت اتعملت معايا كميه محترمه، مش محتاجه بسله، مش محتاجه سبانخ تاني. والكرنب طبخت منها طبخه، عملت محشي كرنب، عملت منها اكله كان بابا هنا، وعملت منها تقريبا لسه في الفريزر اكله كمان. فعايزه اجيب كام كرنبايه كده يبقوا بزياده عن رمضان كمان، علشان الكرنب في الصيف مش بيبقى موجود، او لو موجود ما بيبقاش احسن حاجه يعني، مع ان انا مش بشوفه في الصيف. ريحه الزبده وهي بتتسيح ريحتها حلوه قوي في البيت، عارفين كده لما تحسوا البيت فيه خير فيه بركه. ده الاحساس اللي انا حسيته من اول مره سيحت فيها الزبده، كانت ريحتها قلب البيت، وريحتها دلوقتي قلب البيت، فريحتها حلوه قوي. ثاني كده احساس اللي هو البركه والخير في البيت. بس الحمد لله انا تفاديت كده غلط المره اللي فاتت، وحطيتها على نار هاديه وسايباها مع نفسها. المره اللي فاتت كنت مستعجله عشان اعمل الاكل
ومعليه عليها النار. اي نعم خلصت بسرعه بس حرقت المرته بتاعتها. انا والله الطماطم دي اخدت فيها اكبر مقلب والله العظيم. انا برضو كنت وانا قبل ما اشتري بقول هي ليه الطماطم دلوقتي رخيصه؟ يعني ايه السر ان هي تبقى رخيصه ب3.5 وب4 وكميات كتيره قوي كده؟ هل ده موسمها ولا علشان في سر؟ السر ان هي نصها بايظ، فحاسه ان هو فرق السعر ده ما عملش اي حاجه، او انا اتضحك عليا. ولا قولوا لي انتوا برضو لما جبتوها كده طلع منها ولا لا؟ يلا الواحد يعيش ويتعلم ويتمقلب ويضحك عليه والله العظيم. هبدا اجهز الغدا. هعمل كده كبده تبلتها بفلفل سبايسي وتوم، رشه كمون ورشه بابريكا ورشه فلفل اسود، وحطيت عليها نص معلقه طحينه خام علشان تمتص الريحه بتاعتها، وسبتها حوالي ساعه كده اتبلت. حطيت كده معلقه سمنه بلدي من اللي انا سيحتها واسيبها كده لحد ما تسخن كويس. احط الكبده بقى شريحه شريحه كده على نار عاليه. سيبها بقى على نار عاليه كده لحد ما تستوي. مش هتاخد مننا 5 دقايق 7 دقايق الكبده بتستوي على طول. وطبعا حطيت عليها خل وليمون، احط عليها ليمون كمان وقت الاكل. الكبده خلصت. كان عندي عيش اللي هو بتاع الفلاح، كان جايبين كبده، وكان اللي بقى حطيته في الفريزر سخنته في الاير فراير. هعمل لي بقى كام سندوتش كده منها. نحاول نقلد كبده الفلاح نفس الجو بالظبط. عيش الزقنان ده، عصره الليمونه، قرن الشطه، ودي انا اهو اروح اكمل انا اكل وبعدين نكمل بقيه الشغل اللي ورانا، عشان بصراحه واقعه من الجوع مش قادره. صباح الفل. تاني يوم. امبارح ما قدرتش اخلص كل حاجه. كنت حطيت الطماطم كده يعتبر استوت نص تسويه، وطفيت عليها الساعه 11 12 وسبتها. واول ما صحيت ولعت عليها النار وسبتها لحد ما خلصت. والبسله برضو ما قدرتش ان انا افرطها فكملتها النهارده الصبح. السمنه البلدي الوحيده اللي انا خلصتها امبارح الحمد لله. بصوا البسله ما شاء الله طالعه كميه. قطعت عليها الجزر كده، مش بنحب عليها الجزر يبقى كتير قوي زياده عن اللزوم، فقطعت بس كده اللي هو يديها طعم مش اكتر. ويلا بينا نروح نجهز البسله ونشوف هنعمل ايه في الطماطم. صاحيه من الساعه 7:30 الصبح وحاسه ان انا لسه نايمه مش عارفه ليه. احط كده الميه سخنه كانت بتغلي بس انا هديت عليها النار شويه. احط كده البسله، حطيت عليها رشه سكر، شويه ميه ساقعين علشان نطلع البسله على طول في ميه بارده، نحطها تحت الميه على طول او نحطها في ميه بتلج علشان ما تتهريش مننا وتبقاش مستويه قوي. هي يا دوب بس كده بتتحط دقيقتين 3، تحس ان لونها بس زهزه كده مش اكتر، بس متاخدش تسويه. البسله جاهزه. هحطها على طول كده في ميه بارده على طول، واسيبها لحد ما تبرد، واسيبها في المصفى لحد ما تصفي الميه بتاعتها خالص، وبعدين اقسمها في الاكياس. الطماطم بعد ما استوت دي الحلتين فضيتهم على بعض. بص طلع منها كميه قد ايه. وهي بتستوي كده القشر بعد ما حطيتها مثلا بنص ساعه بدات اشيل القشر بتاعها. كانت سهله في ان هي تتشال بدل ما اقعد اصفي فيها وتاخد مني وقت، فشلت القشر بتاعها كده مش هنصفيها. وحطيت عليها 2 فلفل حر وفلفل رومي اللي هو الاحمر. ممكن تضيفوا عليها بنجر لو انتوا عاوزين، بس يعني قطع صغيره اللي هي تديها لون وفايده في نفس الوقت. وهي سخنه بقى كده نفرمها بالهاند بلندر. الطماطم كل ما كانت بتنزل ميه كنت افتح الغطا كده نص فتحه وانزل الميه اللي فيها، فسبتها لحد ما نشفت الميه بتاعتها خالص وكده بقت جاهزه معانا. الطماطم خلاص فرمتها فرم ناعم. لو مش عندكم الهاند بلندر سيبوها لحد ما تبرد وتعملوها في الخلاط عادي. هحط عليها كده معلقتين 3 من زيت الزيتون، مش هحط عليها اي حاجه تانية خالص،
ولا هبهرها ولا اي حاجه. الفلفل السبايسي اللي عليها هيديها طعم، وفي نفس الوقت ماده حفظ عشان هي هتفضل في الفريزر. والفلفل الرومي برده ما حطيتش عليها اكتر من كده، ورشه السكر. لما اجي استخدمها بقى، عايزه استخدمها الخضار، ابقى احط لها التحبيشه اللي انا عاوزاها، اعمل لها بصله، اعمل لها تومه، ممكن استخدمها في المحشي، في المكرونه، في اي حاجه تبقى جاهزه معايا. سيبها بس يا دوب تاخد كده غلوتين ومش اكتر من كده، واسيبها لحد ما تبرد واحطها في الاكياس. وبس كده يا حلوين، دي كل الكميه اللي انا عملتها. 8 اكياس بسله، عايرت كده بالمقدار اللي احنا بناكل بيه، والصلصه طلعت معايا 8 اكياس. 7 اكياس فيهم اكياس كبيره واكياس وسط. بصوا الصلصه لونها خطير، من غير بقى بنجر ولا اضافات، ولا حطيت عليها صلصه من هي الجاهزه، لان في ناس بتحط عليها صلصه جاهزه. لو حسيت وقت الاكل ان انا عايزه احط لها هحط لها، بس انا بالنسبه لي ممكن ما اضيفش ليها اي صلصه خالص، اضيف لها بس البهارات زي ما قلت لكم، على حسب الاكله اللي انا هعملها اسويها. وبس كده خلاص. خلصت الكميه كلها. تعالوا اوريكم السمنه البلدي اللي انا عملتها. تحفه. اول مره يعني زي ما قلت لكم ما كانتش مظبوطه معايا احسن حاجه، المرته بتاعتها كانت اتحرقت، فالسمنه كان لونها مصفر شويه. المره دي ظبطت معايا. لسه ما جبتش ليها برطمانات خاصه بيها، فالعلب دي انا عملتها للسمنه، ببقى افضي فيها. بصوا لونها حلو ازاي ومرمله. بس طبعا لسه رهيبه، محتاجه تتحط في التلاجة. لسه برضو هجيب كميه ان شاء الله من الزبده، هجيب مثلا 4 كيلو 5 كيلو، واجيب برطمانات واحطها تبقى خزين. السمنه او الزبده بتاعه الشتاء بتبقى حلوه قوي، بالتالي السمنه البلدي بتبقى جميله. عين منها كميه، لان انا ما عادش بستخدم الزيت اللي هو العادي ده قد كده، فبستهلك سمنه بلدي. كل عمايلي في الاكل بالسمنه البلدي، فهجيب منها ان شاء الله واعمل كميه واسيبها في التلاجة، مش بيجرى لها حاجه، او في الفريزر. الله عليكي يا نهوده، الله تسلم يديك، ريحتها خطيره. كل شويه كده حاسه ان انا عايزه اخد منها. الشويه اللي على الوش دول كنت بصفي، اللي هم الشويه اللي في الاخر نازل فيهم لون من المرته بتاعتها، بس طعمها خطير. بصوا كميه المرته اللي طلعت. دي المرته اللي طلعت، انا عامله الملح بتاعها كاد يكون قليل، مش مالحه، مع عود جرجير بقى، مع بيضه مسلوقه، بيبقى طعمها رهيب. ريحتها حلوه قوي، طعمها حلو. دي بنعمل منها سندوتشات زي ما قلت لكم كده. قولوا لي عندكم في بره بتسموها ايه، او بتاكلوها او مش بتاكلوها، واكتبوا لي في الكومنتات. عملت كوبايه قهوه وكده نهوده فصلت خالص. يكون الفيديو بتاعنا انتهى. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا عليه لايك وشير وسبسكرايب. هسيب لكم في اول كومنت مثبت لينك الانستجرام والتيك توك والفيسبوك، عشان موجوده هناك على طول. واستنوا الفيديو الجاي يا حلوين، اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.